السرير. ماشي، انا مستغليه المساحه اللي ورا السرير. هتقولي لي مامتي وبابايا او انا حاطه فيها كراكيب، اقولك لا، خرجي كراكيب حطيها تحت السرير. دي نصيحه مني ليكي، من واحده حرفيا جربت كل انواع المساحه اللي هو تقليل مساحه وكده. فحرفيا حطي الحاجات تحت السرير. ولو حتى عندك حاجه مكان يعني احنا عندنا حمام، احنا عندنا في الشقة 3 حمامات، ففي حمام منهم ما بنستخدمهوش فحاطين فيه الحاجات برضو الكراكيب وكده. تمام، فده اول حاجة، ده الترولي. انا ما تخافوش، هنزلكوا فيديو جلو اب بس بالراحة عشان احنا لسه بادئين القناة. المهم، اول حاجة فوق، لو جماعة لو مش عندكم الترولي ده عادي جدا، انتوا ممكن بدرج او درجين واحد، يعني 2 بس. وكمان ممكن تاخدوا رف في الدولاب عادي. ومش لازم ده كله كده، عشان انا بجرب حاجات وباخد حاجات من الناس وكده عشان اجربها. فمش لازم يعني، مش ده المقياس للجمال خالص. يعني ممكن يبقى عندك مرطب واحد للجسم وللبشرة الاتنين دبل، ومرطب واحد يعني وغسول وخلاص. على كده عادي جدا، عادي جدا جدا. انا بقولك عشان حتى لو عندك كتب او حاجات او شنط او كده تحطيها، مش لازم يبقى كله سكين كير خالص او سيلف كير، او ممكن تحطي حاجة شعرك، فاهمة؟ وبرده حاجة شعرك مش لازم تبقى كام فرشة، هي فرشة. المهم، انا حاطه هنا اي حاجه بترطب، يعني الفازلين ده بيشيل التصبغات، نوبيلا ده، وحتى السنتيلا ودكتور راشيل وشان والسان سكرينز برضو، اي حاجه بترطب حرفيا حطاها هنا. والسيرمز برضو حطيتها هنا. طيب ننزل لتحتها، حطيت اي حاجه بودي سبلاش او برفيوم، اي حاجه بترش يعني. ده هير ميست، ده اللي هو برفيوم للشعر عشان يخلي ريحته حلوه. طيب ده كله برفيوم، وده مش برفيوم صراحة، ده خلطة كده، خلطة زيوت كنت جايباها من دبي، من القرية العالمية، من تحديدا يعني من بلد سودان. هي للجسم وللشعر للشعر والبشرة، للشعر والبشرة، بس تحفة صراحة. عادي ممكن تجيبوها من عند اي عطار. تمام، قولي له عايزاه خلطة زيوت، ممكن مثلا عبارة عن جوز هند وكام نوع كده، هبقى اقول لكم عليه. وصراحة دول ملهمش مكان، فحطيت هنا الشيت ماسك بتاعت شعري، الشيت ماسكس بتاعت شعري. وده عشان انا بسافر كتير وكده، فحطها فرشة اسناني في كفر كده وحطها هنا عشان اي وقت اجي اسافر اخدها معايا. وفي كمان الفرشة اللي هي اللي بتبقى بتتني، هي بتبقى جايه بتتني كده في بعض، دي برضو حلوة ماما بتستخدمها. وده الكوتن اللي بتمسح الميك اب. ننزل على تحت، بصوا مبدئيا قبل ما نبدا في اي حاجه نحط هنا حاجه الشعر. طيب الفيف ده هنا ليه؟ بصوا يا جماعه، انا طول عمري بستخدم الحاجات الكوريه على شعري، عمري ما استخدمت حاجات مصريه. طيب الفيف هنا ليه؟ لان انا لازم في الاسبوع استخدم حاجه تكون فيها سلفيت عشان تنظف الشعر. اي حاجه، انا بحب الفيف. هو صراحه احسن حاجه في السلفيت هو نيزا بيكس ونيزورال، بس نيزورال بيبقى تنظيفه عميق جدا، فبستخدمه مره مرتين، لا مره في ال3 شهور، ونيزا بيكس مره في الشهر، فاهمين كده؟ المهم، حتى هنا زيوت الشعر، ودي صبغه بس مش صبغه، هي بتقعد 3 ايام، ولو مسحتوها بميه بتروح على طول، فهي مش صبغه خالص يعني. هنزل لكم برضو ريفيو عنها. وحتى هنا الحاجات اللي بتدلك الشعر، النوعين، حتى كل فرش شعري يا جماعه ده مش طبيعي خالص، ها. والسيرمز وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وزي ما قلت لكم السيرمز. وده برضو زيت، وده زيت للشعر، وده شامبو. حتى الفرش اللي هي دي، يا رب تكونوا فاهميني. وهنا بقى احط اي حاجه اتبقت. يعني ايه اتبقت؟ يعني مثلا الغسول ده كان المفروض احطه فوق، لا انا حطيته هنا. نيزا بيكس، وحتى هنا في شامبوهات جوه بس مش هتبان، وسان سكرينز، كل يعني تقريبا كل حاجه. وده بيرطب المفروض يتحط فوق، بس انا حطيته هنا. اللي باقي والليفه بتاعتي انا بستخدم الليفه السيليكون يا جماعه، تحفه. وده بدل البيبي باودر اللي بتقولوا عليها، ده احلى بكتير، وكمان هو مصمم للكبار فترطيبه حلو جدا. والسان سكرينز زي ما قلت لكم، وفي شامبوهات والله بس مش باينه. وده تونر ده سان سكرين برضه. وده تحفه يا جماعه، لو لقيتوها هاتوه. ده للرجل، هو هيل ستيك بيتحط على الرجل كده لو فيها تشققات بتختفي، عارفين يعني ايه بتختفي؟ تحفه يا جماعه. مستغلين المساحه دي ان انا احط فيها البالونات بتاعه عيد ميلادي، ومش كلها يعني، الرقم بس، والبوكر بتاعت الشعر، والشنطه دي فيها حاجات كتير عامه، والبورد بتاع السباحه، وعلبة الألوان بتاعتي.
في سكرابات تحت، وده اللي هو بتاع البخاخ ده بتاع الميه، بس السكرابات دول للعيد فهحطها في شنطه العيد، فمش يعني مش هاخدها معايا، قصدي يعني عشان انا بسافر في العيد البلد فباخدهم معايا في شنطه، فاهمين؟ فحتى عشان كده مش عايزه احطها مع الزحمه دي. عارفه مش محتاجين تقولوا اني طولت، بس كان لازم اوريكم الشنطه دي صراحه. الشنطه دي بتشيل الاخضر واليابس، انا حاطه فيها يعني شوفوا الهاند كريم ده قد ايه، وحاطه فيها البرفيوم ده، وحاطه فيها، لا انا حاطه فيها حاجات كتير، انا فضلت اقول لكم مش هنخلص. بصوا انا ماسكه في ايدي قد ايه اصلا، لا حاطه فيها حاجات كتير. بصوا المرايه قد ايه اصلا، وداخله فيها عادي. المرايه دي تحفه يا جماعه، شكلها تحفه، فاللي هو لا بجد هي تحفه لو لقيتوها. وده كله بحط فيها تليفوني وشحني والايربودز، فهي كده كمان مش خلصانه. بصوا المفروض دي اللي انا حطاها هنا، بس انا مش هينفع اوريها لكم هناك عشان السرير وكده، اهو. هاي وده العلاج اللي حطه تحت. المهم وحطه هنا الكالندر، كنت بحط الايربودز بتاعتي جوه هنا، والشاحن هنا كده. ودي طبعا صغيره يا جماعه، فكرتها تحفه قوي. وهنا اقلامي وحاجتي بالظبط كده. دي مش بابت، دي بنسل كيس، ماشي. هنا بقى هنيجي للكوميدين، عشان لو عندك درجين حتى لو صغيرين، انا هروح لكم لدرجين صغيرين دلوقتي، يعني ما تستغربوش من المساحه ده. اول درج حاطه فيه الكتب والجرايم اللي بحلها وكده، ما تستغربوش ده لعبه يعني مش كلمه حقيقيه. والكتب اللي هي بقراها صراحه ما بحبش اقرا كتب قوي، بس يعني ساعات بقرا روايات او كده، مع ان انا مش من هواة الحاجات دي. وبحب النوت بوكس قوي حتى لو مش هكتب فيها، بس بحبها. في حاجات بقى كتير تحت بقى، كراسات وكتب المدرسه ونوت بوكس كيبورد وحاجه الارت، كل حاجه هنا تحت. بصوا هقول لكم حاجه، هو الدرج تاتش يا جماعه ما تستغربوش. دي حاطه فيها الاكسسوارز، اكيد مش كلها، اوريكم انا حاطه الاكسسوارز فين. ده حاجه انا بحبها فحطاها هنا. ودي برضو دلايه اتكسرت فسايباها هنا عشان اجيب زيها. دي الفيتامينز بتاعتي، دي كلها فيتامينز. وده تيب اوف ذا داي اللي بقول لكم عليه، وده حاجه تيب اوف ذا داي اللي بستخدمها. في جوه بقى شان بودي ميلك، مع انه هنا كمان في اللمبه دي، وفي هو مش عارفه اسمها ايه صراحه، يعني ضايع من اسمي. في هنا بقى حاجات كتير، وده اهمهم النيل سيرم كومبو مع النيل 15، يخليلك ضوافرك. انا بجد نفسي ارجع انتظم عليه تاني، كان بيخلي ضوافري حرفيا، انا كنت بمشي بيقولوا لي ضوافرك كده ازاي في الشارع، حرفيا بيوقفوني يقولوا لي ضوافرك كده زي ما كنت، ما كانت طويله وتحفه. نفسي ارجع انتظم عليه بجد. زي ما شايفين كده الحاجات اللي جوه دي، يا رب تكون باينه لكم. حاطه شويه ليب لاينرز هم تحت دول، و الميك اب ريموفرز وكده بتاعه الاي، يعني بتاعه العين، بس مش حاطه بتاعه الوش. وبكده احنا خلصنا الجزء اللي انا مخلياه زي الدريسنج روم، لاني بدخل اقعد هنا بجد بيبقى هنا كده، ودي السبيس بتاعتي ومعلقه فيه صور. ده عشان لما اجي اذاكر صراحه. و زي ما انتم شايفين معلقه هنا صورتي بقى وحاجات تانية كتير. وعلى فكره الصور دي بتعملوها من شات جي بي تي، بتبعتوا له صوركم وتقولوا حولها لي انمي او كرتون. وجنب سريري اهو، جنب سريري حاطه الفيجن بورد، حطها بشكل تحفه. وحاطه بقى صور زي ما انتم شايفين كده، بس مش لكم الستاره اهو. تحفه يا جماعه الصور دي، صور الناس اللي بحبهم دول كلهم. دي كده صورتي انا وناس، يعني دي كمان عاملاهم بشات جي بي تي، بعتله صورتي قلت له. وهنا بقى فيه حاجات تحفه برضو. الباب كده اهو، حتى ورا الباب شايفين بجد قد ايه المساحه مستغلياها، حتى ورا الباب ده ودي مستغل المساحه. بصوا يا جماعه، انتوا لو مش عندكم ده كله، عندكم درج قد ده كده تقريبا او اصغر، عادي جدا هنشيل فيه كل حاجتكم، متقلقوش. انا بعمل لكم جوله بسيطه. استنوا بس نرتب الحاجات دي كده، هرتبها واجيلكم. يا جماعه بصوا، انتوا عارفين ان انا بحب الحاجات الكوريه، وده المفروض انه كوري المفروض انه كوري واصلي. ده سان سكرين، او يعني اللي هو واقي للشمس. المفروض انه كوري، وكمان كوري اصلي، كنت جايباه من دبي. جماعه ده اوحش سان سكرين انا شفته في حياتي. هو في حاجه بتلزق كده بجد، هو في حاجه دهنيه للدرجه دي؟ انتوا عارفين لو بشرتكم جافه يعني مش قادره تستحمل، حطيته ده، هو ده اسمه، يا رب يكون باين لكم، وحطيته ده
هو ستيك كده حطيتوه حرفيا بشرتكم تبقى بتنزل زيت، عارفين الزيت مش هتبقوا قادرين توقفوها مهما مسحتوه مهما عملتوه. ف الليب لاينرز بتاعتي، وبرده ده مش طبيعي، انت ممكن يبقى عندك ليب جلوس وتمام على كده اهو. وده بقى الستيك بتاع شعري، وده سكراب وكذا حاجه كده. ننزل بقى هنا، انا مش بوريكم كل حاجه بالتفاصيل صراحه لان مش هقدر افتح الدولاب وكده، او لو فتحته هبين لكم حاجه بسيطه. بصوا هنا حاطه التوك لا حاطه حاجات كتير، يعني حاطه كل حاجه تقريبا عشوائيه حرفيا. علبه الايربودز، بصوا كل حاجه تلاقوها هنا يعني، والسكراب، وفي هنا كريمات شعر. فزي ما تقولوا كده ده درج شويه عشوائي. التاني انتوا ممكن تعملوا كده وترتبوه، يعني عشان انا مش قادره بس ارتب فبوريكم كده. التاني ده حتى فيه الحاجات الجماليه، انا بحب احتفظ بالحاجات دي قوي، فسايباها هنا وسايبه نصها في الدولاب. في هنا الغسول السوارفل، انا مش بستخدمه على وشي، انا ده بستخدمه كشاور جل. وفي حتى في بقى الاي كريمز والاي لاش، وفي سكراب، وفي الحمام المغربي. طبعا حتى الباقي حاجات في الحمام في التويلت، فمش كل حار هنا يعني. وماسكارة كابكسي، وفي ميك اب كتير قوي هنا، يعني انا سايبه كميه ميك اب مش طبيعي هنا، وسان سكرينز لا حاجات كتير. وعلى فكره انا ما بحبش الفاونديشن، بان احنا بنتعرف على بعض، انا ما بحبش الفاونديشن. انا بستخدم الواقي الشمس اللي هو التنتد، بس ده لو فيه يعني حاجه اوفر. غير كده انا اصلا ما بستخدمش واقي الشمس التنتد خالص يعني. هنا حتى شنط، شنطي كلها. والمنظمات دي منظمات يا جماعه، لما باجي اسافر او كده بحط فيها حاجه. وكل شنطي، الشنطه دي تحفه يا جماعه، كنت جايباها من شيرين. ومنظمات شي ان برضو حلوه قوي للستايل. هنا بقى حتى فيها الحاجات اللي كنت جايباها من كوريا. لما رحت دبي رحت القريه العالميه، كنت جايبه دول الحاجات دي من كوريا. بصوا ده تحفه يا جماعه، هو غالي 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 غالي, غالي جدا، بس تحفه تحفه. والحاجات اللي تحت دي، الثلاث سكرابات دول جايباهم من السودان لما رحت القريه العالميه، من افريقيا يعني. وده كنت جايباه من مصر عادي، وده كان جاي مع ده اللي فوق ده. وبعدها جايبه ده عادي برضو من مصر. وده تقريبا صلاحيته منتهيه لان هو من زمان جدا. ده بيخلص كام بقى؟ 1 دي ثانيه يا جماعه. طيب يا جماعه، انا اكتشفت ان ده صلاحيته منتهيه فهرميه. عامه هو كان حلو بس ما كانش نوع شعري لاني كنت بجيبه خلاص. فده كان من جيدو، بس صراحه انا ما عجبنيش الست دي. انا عجبني اللي بالفلفل الاحمر، هي اللي كانت حلوه لشعري. ما عرفوش يصنفوا شعري كويس يعني، قلت لهم كل مشاكل شعري. المهم كويس ان احنا شلناه لان ما كنتش عمري هفتكر ان في سكراب هنا. بصوا يا جماعه، هو غالي والله غالي، انا عارفه كده، وعارفه ان مش اي حد يقدر يشتريه. هو حتى الناس اللي مرتاحه يعني في الفلوس برضو متقدرش تشتريه، انتوا محتاجين كارد. على فكره في ليه بدايل مصريه عادي، مش لازم هو، بس هو غالي يا جماعه. كنت جايباه برضو من كوريا لما رحت دبي، من القريه العالميه. هو كان تحفه. وصراحه انا لو رحتوا في دبي، لو رحتوا القريه العالميه، جيبوا ادخلوا كل البلاد، دوقوا الاكل بتاعهم، ودوقوا انا لو كنت فتحت التشانل كنت فهمتكم كل حاجه ساعتها. وده كانت ماما بقى يعني، المهم ان كانت ماما جايباه لما كنا برضو في دبي من المعرض. ده الحاجات بقى اللي بستخدمها لشعري، برضو كنت جايباه من كوريا في دبي، من القريه العالميه. ده اللي هو الكونديشنر، وده السيرم. ما عجبنيش ده صراحه خالص خالص خالص. وده التحفه، ده التحفه تحفه التحفه ده بسم الله الرحمن الرحيم، شامبو. ده اكيد عارفين ده ايه يعني، اكيد مش محتاجه اشرح لكم. وانا مستغليه مساحتها. بصوا بقى استغلال المساحه، حاطه فيها السماعه كانت بتاعه الطياره، السماعات بتاعه الطياره. انا ركبت 4 طيارات في نفس السفريه، مش عارفه ايه ده، كان عليه ذنب تقريبا، كنت بموت عامه. وده بتلف كده على يعني زينه للطاقيه، فبرضه حطاها جوه الطاقيه. وسبحه بحبها حطاها هنا برضه. بس انا مش حاطه اي حاجه تاني هنا، خلي ده هنا بس دلوقتي عشان ايه كده.
ومستغليه زي ما قلت لكم المساحه اللي فوق اللي هنا في الجنب حطيت فيها ده، لانه كمان كبير فمش سهل ان هو يتلاقي له حاجه. عارفه ان انتوا شفتوا حاجه ورا. عايزه اقول حاجه بس قبل ما اوريكم الحاجه اللي ورا دي. ماسكارا، وفي ماسكارا كتير جدا 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 عندي، حرفيا انا مخبيهم في الدرج ده. انا بكره حاجه اسمها ماسكارا من زمان جدا جدا جدا، ما حطيتش ماسكارا. انا بحط الاي لاش. يعني ايه الاي لاش؟ بيبقى سيرم كده بيتحط على الرموش، بيطولها وبيكثفها وما بيبقاش ليه لون، هو بيبقى شفاف. ما بحبش الماسكارا يا جماعه، الماسكارا دي اوحش حاجه في الدنيا. بصوا، مش عارفه بس ما تضحكوش عليا يا جماعه، نحترم بعضينا شويه وما تضحكوش عليا. ده السنه اللي فاتت انا رحت سنو سيتي دي يا جماعه 4 مرات، ودي المره الخامسه عشان انا رايحه رحله يوم بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هصور لكم، انا رايحه رحله يوم الخميس اللي جاي اللي بعده، وهصور لكم رايحه نفس المكان. كل سنه بيطلعونا رحلات كتير، بس لازم نروح سنو سيتي. فدي المره الخامسه، الرابعه اروح سنو سيتي. ماشي، ده الريشه بتاعت زمان ما بكتبش بيها، بس انا جايبها منظر كده. وده فعلا فيه حبر يا جماعه، انا استغربت اصلا، كنت فاكراه اللي هو زينه كده. بس انا بس بحب الحاجات اللي هي الفانتج شويه كده، فكنت جايباها. اكيد لفت انتباهكم الفيونكه دي. لا ما تخافوش، الفيونكه دي كانت في ضوافري، كانت على ضوافر معينه يعني في عيد ميلادي، فهي وقعت من عيد ميلادي، فقلت والله ما انا رمياها وخليها هنا. والبنسة مش عارفه، هتلاقيني كنت بحفظ ايه مش عارفه، انا كبرت يا جماعه فمش عارفه دماغ زمان. ده دولابه، ده كده دولابي انا لوحدي. طيب انا مش هقدر افتحه لكم، بس عايزه اقول لكم التقسيمه بتاعته. زي ما قلت لكم ما فتحتلهوش، انا حاطه هنا الناحيه دي كده اللبس، وهنا حاطه شويه حاجات برضو يعني عشان اوفر في المكان. تحت هنا في شنطه، يا لهوي في شنطه، وفي دي كانت في الطاقيه بتاعه المصيف اللي وريتها لكم. وده كان امبولات كده للشعر، حلوه قوي برضو، امبولات شعري وكثفته، هقول لكم على اسمها. ودي ازازه في لكلوك وفي العابي وانا صغيره. لا الحته دي كده شايله حاجات كتير، ده غير اللبس يعني، فحشروا عادي. شايفين الدرجين دول ممكن تحط فيهم حاجاتكم وخلاص. هنا انا حاطه حاجات عشوائيه، حاجاتي بقى وانا لا ما تخافوش، ده دماغي اتكسرت بس وقع عليا يعني حاجه هوريكم ايه اللي وقع عليا. المهم حاطه فيها السكارفات، وحاطه فيها حاجاتي وانا صغيره اللي اتبعتت لي بقى وانا صغيره مع اصحابي وكده. وده انا بكرهه، كان حد قال لي عليه وده مش عارفه، ده كان جاني مش عارفه والله. في هنا حاجات هبله كتير جدا يعني، انا كنت هبله وانا صغيره. انتوا شايفين فرق الحاجات دلوقتي؟ هنا دي شنطه وانا صغيره، والله مش شنطتي دلوقتي ماشي. ودي برضه وانا صغيره، دي كانت وانا صغيره بس انا لسه بلبسها. ودي كمان، وفي دي دي اللي هي سواريه. وحاطه هنا بقى السشوار وال عامه انا ما بعملش شعري، والمكوه والفرشه اللي هي الحراريه وكل حاجه. وده كنا في مدرسه، مش عايزه اوريهولكوا كتير عشان ما يتحذفش. اللي وقع عليا دي كانت بتاع كيسه في عيد ميلادي، حطيت فيها الحاجات اللي انا بحب احتفظ بيها، باقي الكراتين وكده. انا بحب احتفظ بالحاجات دي قوي يا جماعه، ماشي فعادي عدوها لي. حاطه هنا في بقى حاجات كتير، حتى شنطه عيد ميلادي، وده كان بوكس هديه ليا لماما في عيد الام من زمان، من 5 سنين او حاجه، كنت طفله نزلت بحصلتي اللي هي دي. وفي هنا صور كنت طبعاهم للمدرسه في حفله يعني، وحاجات كتير كده فوق. واكيد لفت انتباهكم انا حاطه هنا الضوافر بتاعتي والكروت. اكيد مش دي كل الضوافر الباقيه كانت في شنطه شي ان اللي انا وريتها لكم برضه. حتى شويه ضوافر، وحتى الكروت اللي جاتلي في عيد ميلادي، وحتى المشاط والصدر، وحتى كل المجات. يعني ده كله كده، استنى، ده كله كده لحد ورا حرفيا لورا قوي يعني مجات. وده منبه، وده بتاع الاكسسوارز اللي قلت لكم عليه ماشي. في مجات كتير قوي ورا. وده نوت بوك جاتلي، ودي برضو بتاعت الاكسسوارز. وعايزه اوريكم بجد كميه المجات اللي ورا كلها انواع مختلفه، بس انا حاطه فوقيها حاجات فمش هتبان. في نوت بوكس بقى، في حاجات الرف ده رف احلامي بجد. طيب اي حد كان مكاني كان مش هيحط المكتب كده لازق في السرير، لا هيحطه كده، والكرسي هو اللي يبقى هنا هيلزقه في الحيطه. لا انا عملته كده عشان يبقى دي زي الدريسنج روم بتاعتي، وهناك كمان فيبقى زي الدريسنج روم، فابقى انا كده
عملت دريسنج روم في البيت من غير بقى لا نجار ولا اي حاجه، بالعكس ده هو بس بترتيب الاوضه. واكيد ده مش احسن ترتيب للاوضه، انتوا تقدروا ترتبوا اكتر من كده، بس انا قصدي لو اصلا اوضتكم مترتبه فمش هتقدروا تحركوا حاجه، فاهميني؟ اللي هو بس هتحطوا على اللي محطوط، لا مش هتقدروا بقى تهدوا او تجيبوا سرير جديد او كده، انتوا ممكن تعملوا كده. عارفه ان الفيديو طول، بس ما تستغربوش من كميه الحاجات، انا بس بجرب حاجات، بسافر كتير فبضطر اجيب حاجات لان هي بتشد انتباهي. مش ده البنت العاديه المفروض يبقى عندها، انت اخرك شانجل عادي واي حاجه، يعني ممكن 3 4 حاجات تكفيكي عادي. فمش ده الطبيعي ومش ده اللي المفروض يبقى عند اي بنت، فتمام هو بس يعني ايه، مش ده الطبيعي. ماشي.